والله يعني انا هفضل قاعد لكم هنا لحد ما نخلص بقى تصوير الفيديو ده اللي مش عايز يخلص، والنور اللي قاعد يطفي علينا ده انا زهقت بصراحة يعني انا مش فاهم انا يعني بجد ايه يعني ده كل شوية يجي يفصل يفصل يفصل، ايه ده ايه ده؟ ده نور تاني. طب يعني ايه الاخبار؟ يعني معلش انا اسف يعني، بس هي اعطال فنية بتحصل يعني، معلش يعني ما يعني اخر مرة ان شاء الله قولوا يا رب يعني. بس ثانية بس عشان يعني الواحد تعب، بس يعني بس ايه اطلع البتاع ده الحاجات دي بره يعني عشان ويعني لو تفتكر بقى يا صديقي يعني من الفيديو اللي فات، يعني انا اسف النور كان بيفصل علينا، بس يعني لو تفتكر ان صلاح الدين تفرغ ان هو يحرر القدس، فبالتالي كانت اول المعارك قصاد الصليبيين في مرحلة تحرير القدس كانت معركة حطين. يعني ما شاء الله يعني ارناط فضل سنتين كاملين مستمر في اللي بيعمله ده، ان هو يقعد ينهب القوافل تبع المسلمين وتبع الحجاج، ما شاء الله يعني ما سابش فيها اي حاجة. وصلنا بقى يا سيدي لسنة 581 هجرية، السنة دي اللي اشتد فيها المرض على بلدوين الرابع، وده اللي أدى لوفاته. ولو ما تعرفش إيه هو المرض اللي أصابه، فهو أصلا كان جذام، كان مصاب كده من هو صغير. كمان قلت لك ده كان موافق 1185 ميلاديا. في السنة اللي قبلها على طول 1184 ميلاديا راح بلدوين الرابع عزل نفسه وعين ابن أخته اللي سماه بلدوين الخامس عشان يكمل مسيرة خاله. لكن يعني يا سبحان الله، يعني هو بعد سنة مباشرة من تولي بلدوين الخامس الحكم يعني مات. سبحان الله، يعني عشان أم بلدوين الخامس اللي هي تعتبر أخت بلدوين الرابع تمسك الحكم هي وزوجها. طبعا يعني يا صديقي مش عايز أقول لك يعني أرناط كان بيعمل إيه، توقع معايا مثلا. صح، بينهب. ولو تفتكر يا صديقي ان من الحلقه اللي فاتت انا قلت لك ان اخت بلدون الرابع كانت متزوجه من ارناط وسابته وراحت تزوجت من شخص تاني، او الشخص التاني ده بقى بيطلق عليه جاي اللوزنيان. الشخص ده هو اللي مسك الحكم مع مراته. وعام 583 هجريا بالتحديد يوم 25 من ربيع الآخر كانت أول مواجهة حقيقية ما بين صلاح الدين والصليبيين. طبعا يعني انا مش عايز اقول لك عاده الصليبيين يعني بيتاخروا دايما ما شاء الله عليهم، بسبب ان المره دي كان العتاد اللي هم جايين بيه كان تقيل، فنوعا ما ده كان سبب من اسباب تاخيرهم. فعشان كده ده كان خلى المسلمين يوصلوا قبل الصليبيين بمده، وده اللي خلاهم يقيموا على المنابع بتاعه الميه، فده اللي كان ليهم افضليه يعتبر. فلما وصل الصليبيين بعد ما اتأخروا كانوا هيموتوا من العطش جدا، وكانوا عايزين منبع للمية، وهم طبعا المسلمين عسكروا على كل منابع المية اللي موجودة من هناك، وده كان دهاء من صلاح الدين ساعتها. فلما ما لقوش مية يشربوها اضطروا ان هم يشربوا الخمور اللي موجودة معاهم، وده اللي خلى اغلب الجنود نفسهم يعني اتسطلوا بمعنى اصح او سكروا بسبب كم الخمور اللي شربوها، وده اللي ادى افضليه للمسلمين في الحرب. وبالرغم من ذلك يا صديقي انه في اول المعركه كان النصر للصليبيين، ده كان موضوع غريب جدا. لكن في اخر النهار في نفس اليوم لما ابتدوا ان هم الصليبيين والمسلمين يلاحظوا اللي حصل في الحرب، اكتشف الصليبيين ان هم خسروا خسائر فادحه. الخسائر دي اللي اودت بيهم ان هو يتم اعتقال الارناط واعتقال جاي اللي انا قلت لك عليهم، وده اللي ادى افضليه كبيره جدا للمسلمين في الاخر. وكان من عادات قديمة في الحروب إن لو وقع أسير في إيد أحد العدو بمعنى أصح، والعدو إداله مية أو أكل، فده معناه إنه أصبح آمن، وإنه لن يتم قتله أو يتم اغتياله تماما من العدو اللي مسكه. وبالفعل صلاح الدين قدم شربة من الجلاب، ده مشروب قديم يعني، فقدمه لجاي وجاي شرب ساعتها. لكن لما الترجمان اللي كان مصاحب ليهم حب إن هو يدي الشربة دي أو المشروب نفسه لأرناط، صلاح الدين قال له ان هو انا ما سمحتلكش بانك تديله اصلا. ايه يعني هو انا او انا وقفت الفيديو بس عشان كان في معلومه خدت بالي منها وانا بقيت. طبعا ما الموضوع ده انا ما خدتش بالي منه خالص، ان انا اقوله. بس هي الفكره كلها في ان هو ارنولد ده بعد ما حصل الحوار وما قدملوش الشرطه، وراح دعا صلاح الدين ان هو يدخل في الدين الاسلامي. فراح ارنولد رفض رفض تام، بل بالعكس استهزأ بالرسول صلى الله عليه وسلم واستهزأ بالدين الإسلامي. فصلاح الدين ما استحملش الحوار ده وأمر مباشرة بقطع رأسه. بالفعل قام صلاح الدين وقطع رأسه ولف رأسه في المدينة كلها. نوعا ما لما أخوه جاي شاف الكلام ده فنوعا ما خاف جدا على نفسه، افتكر نفسه إن هو حصل لأخوه كده. فراح صلاح الدين طمأنه وهدئه وقال له إنك أنت كشخص مشوفناش منك أي سوء، الفكرة كلها إنك هتقعد معانا بس لحد ما هو يفتح بيت المقدس، وبعد كده هيطلق سراح.
وبس. يعني انجوي بباقي الفيديو يعني. ما تنساش تعمل لايك وشير بقى وسبسكرايب والكلام ده يعني بس. يعني انا بتعب في الكونتنت يعني معلش. وبعديها صلاح الدين قرر ان هو ما يتجهش مباشرة الى تحرير القدس، بل حب ان هو في الاول يروح يحرر مدن الساحل اللي متواجدة في المنطقة. وبدأ بأول مدينة وهي عكا، وقام بفتحها يوم الخميس في جمادى الأولى عام 583 هجرية. وغير كده طلب بعد كده ان هو يتم تقسيم الجيش بحيث ان هو يفتحوا عدد اكبر، وبالفعل راحوا عشان يفتحوا نابلس وحيفا والناصرة والقيصرية وصفورية، وكلهم خدهم. ايه ده؟ هي دي بتعمل معايا ايه؟ معنى ايه ده؟ حاجات غريبة بتيجي في ايدي والله. وراح بعديها صلاح الدين قلعة تبنين عشان يقوم بفتحها، وبالفعل نصب عليها المجانيق، يعني حط مضناط من هنا ومضناط من هنا عشان الناس لو حبوا يدخلوا من المضناط من الناحية دي يرميهم المضناط اللي من هنا، ولو حبوا ان هم يدخلوا من الناحية دي المضناط اللي من هنا برضه يضربهم. وبالفعل قدر ان هو يفتح البلدة بالبضانيط اللي كان ناصبها، وما استناش كتير وتوجه مباشرة على صيدا، واللي برضه هي ما استنتش كتير واستلمها بعد يوم. احب اقول لك ان كل الكلام ده كان بيعمله هو في العقد الخامس من عمره، مش وانت في العقد التاني من عمرك ومكسل تنزل الجيم يعني. تعرف، هو انت ليه حضرتك يعني ما نزلتش معانا الجيم النهارده؟ معلش والله، يعني انا كنت تعبان بصراحة ومكسل تعبان. يعني، معلش. ايه ده؟ انت لسه بتصور؟ في سنة 1187 ميلاديا صلاح الدين حب ان هو يروح عشان يفتح بيروت اللي في لبنان حاليا. في طريقه قابل شخص بيطلق عليه جمال الدين التنوخي. الشخص ده حب ان هو يساعد صلاح الدين، فراحوا مع بعض عشان يفتتحوا مع بعض بيروت. وبعد 7 ايام بالظبط قدر ان هما الاتنين يدخلوا بيروت. فحب صلاح الدين بعد الانتصار ده ان هو يكافئ جمال الدين، فعشان كده ثبته على الاقطاعات اللي كانت موجوده لابائه واجداده زمان. وبالاضافه طبعا الى ان هو اداله جميع المناطق اللي موجوده في الغرب. صلاح الدين حب كمان ان هو يكافئ الامراء الشهابيين، ولو ما تعرفش مين هم الامراء الشهابيين فدول الناس حكموا جبال لبنان في فتره او في عهد العثمانيين بالتحديد، سبب ان هم كانوا مناضلين وكانوا بيمنعوا الصليبيين تماما ان هم يجوا المنطقه اللي هم فيهم. وبعديها توجه لعسقلان وبرضه حط فيها المجانيق بتاعته، ومن هنا قدر ان هو يستلمها بعد ما قامت باستسلام، اعلنت استسلامها بمعنى اصح، وبعت صحابه عشان يستلموا غزة وبيت جبرين والنطرون من غير قتال. وبكده صلاح الدين يعتبر خد اغلب المدن الساحليه المتواجده، ما عدا بس شويه وقفوا قصاده، منهم طرابلس اللي متواجده في لبنان، وكمان انطاكيا بتركيا، واخيرا صور. صراحه صور دي انا ما عرفتش احدد هل يا ترى هي مدينه صور المتواجده حاليا في لبنان ولا المتواجده في سوريا، فيا ريت اللي عنده معلومه موثوقه يا ريت يقولها معلش يعني. فضل بداخل عسقلان لحد ما ظبط شؤونها وامورها وادارتها كمان، واداها لاحد من اصحابه يفضل حاكم عليها، يطلق عليه عالم الدين قيصر، وتوجه قاصدا بيت المقدس. ويوم 11 رجب من نفس السنة توجه هو وجيشه إلى منطقة عين سلوان عشان تكون المدخل بتاعهم إلى القدس، بس حب إن هو يدخل من المنطقة دي عشان يكون موجود منبع مية لجيشه. وكان الحوار ده يوم الخميس، واليوم اللي بعده مباشرة صلوا الجمعة على الجبل وتوجهوا للقتال. ومعلومة بس عن الفترة دي إن في القدس ما كانش فيها مقاتلين صليبيين كتار، هما كانوا يدوب 1400 جندي بالإضافة إلى الفقراء والسكان الأصليين والصليبيين اللي متواجدين بداخل المدينة. وكان متواجد بداخل مدينة القدس شخص بيطلق عليه بليان ابن برزان. الشخص ده هو أحد الفرسان الإفرنج، هو اللي كان ماسك بيت المقدس ساعتها. فلما وصل وعرف إن صلاح الدين دخل عشان يفتح بيت المقدس، كان خايف لأحسن يتم قتله وقتل المسيحيين المتواجدين زي ما الصليبيين عملوا لما جم يدخلوا البلد في الأول. فراح بليان قال للسكان المتواجدين في بيت المقدس إن هم يدافعوا عن حياتهم وأموالهم، لأن دي المرة الأخيرة اللي ممكن يدافعوا بيها. كمان صلاح الدين كحسن نية بعت ان هو يطلب من بليان ان هو يسلم بيت المقدس، لكن بليان رفض رفض تام وحب ان هو يدخل الحرب. بالفعل دخلوا الحرب ضد بعض، واستمرت الحرب لمدة 14 يوم. ولما صلاح الدين ادرك ان الحرب مدتها طالت، فراح بعت لشخص بيطلق عليه يوسف البطيط. يوسف البطيط ده كان رجل مسيحي ارثوذكسي، كان حبيب صلاح الدين بسبب ان هو كان يعني يعرفه من زمان جدا، وكمان لما صلاح الدين مسك الحكم ساعده بداخل الحكم ده. كان بيساعده يعني ان هو علم بالافرنج
ينجوا اماكنهم، فبعتوا للناس المسيحيين الارثوذكس المتواجدين في بيت المقدس عشان ينصحهم بان هم يفتحوا لصلاح الدين، يحس ان هو يكون ثغره عشان يدخل منها البلد لجوه، وساعتها وعدهم بخير هيجي عليهم بعد ما يساعدوه. ولازم مش مدرك عدد السكان اللي كانوا موجودين بداخل المدينه، فكانوا يقدروا ب60,000 ساكن من الرجال والنساء والاطفال. فنوعا ما كان الرجاله والستات اللي موجودين بداخل المدينه دول كانوا بيقاتلوا مع الجنود، على اعتقاد ان صلاح الدين برضو لما يدخل هيقوم بقتلهم زي ما الصليبيين عملوا. عشان كده كانوا بيقاتلوا بضراوه لدرجه ان هم قتلوا من بعض الامراء اللي تبع الجيش الايوبي. لكن مرور الوقت بعد فقدان ال 14 يوم يعني ادرك بليان ان الحصار اشتد وان المجاعه ابتدت ان هي تضرب داخل المدينه، فعشان كده حب ان هو يبعت لصلاح الدين هدنه، وبالفعل بعت رسل من عنده لصلاح الدين عشان يمضوا الهدنه دي. لكن صلاح الدين لما نظر للهدنه وللشروط اللي كان عايز اصلا يمضيها في الاول خالص قبل ما يدخل الحرب دي من الاساس، لكن بليان رفض، فقام صلاح الدين بالرفض ساعتها لانه كده كده خلاص كان قرب ان هو يفتح المدينه. وبالفعل صلاح الدين بعد ال 14 يوم قعد 5 ايام يلف حوالين المدينه لحد ما قدر ان هو يدخلها من منطقه او ثغره معينه. وهنا قدر صلاح الدين ان هو يقوم بافتتاح المدينه ليله الاسراء يوم 27 رجب. زي ما انا قلت لك ان كان لسه في سكان صليبيين بداخل المدينه، فعشان كده اجتمع صلاح الدين هو والناس اللي بيتشاور معاهم من جيشه، واتفقوا على ان هم هيطلقوا سراحهم، بس هيدفعوا مقابل ذلك 10 دنانير مقابل كل رجل، و5 دنانير مقابل كل امراه، ودينارين لكل طفل. بس نوعا ما كان اغلب المدينه فقراء يعني معهمش فلوس، فعشان كده بليان حب ان هو يدفع له، او هو صلاح الدين نفسه طلب من بليان ان هو يدفع له 30,000 دينار مقابل 18,000 المتبقيين اللي معهمش فلوس. طبعا الكلام ده هيتم في غضون 40 يوم، ال 40 يوم دي هي المده اللي سمح بيهم صلاح الدين ان يتم دفع فيها الجزيه. لكن اصلا كده كده بعد ال 40 يوم دي ما انقضت، وبسبب ان صلاح الدين كان طيب فكده كده سمح لهم بان هم يغادروا تماما حتى الناس اللي ما دفعتش. وكان اول حاجه عملها صلاح الدين اول ما دخل قام باغلاق كنيسه القيامه في وجه الصليبيين عشان ما يقدروش ان هم يدخلوا. ده غير ان بقى ان هو اهتم بمسجد الاقصى عن طريق ان هو عين حد يقوم بتنظيف المسجد القبه من بره بماء ورد، وقام بتبخير المسجد بعد ما ازال البواقي الصليبيه اللي داخله، وقام كمان باحضار المنبر اللي عمله نور الدين قبل ما يموت عشان يوضع في المسجد الاقصى. بل وكمان قام بجعل بداخل المسجد الاقصى مدرسه لتعليم المذهب للفقهاء الشافعيين. وكمان عشان ما يتهموش صلاح الدين زور، فقام تاني بفتح كنيسة القيامة، لكن أي إفرنجي مسيحي عايز يدخلها لازم يدفع ضريبة. وطبعا بعد كل اللي عمله صلاح الدين ده خلى الأمراء الأوروبيين يغلوا منه بسبب كل اللي عمله ده. وزي ما أنا قلت لك إن صلاح الدين ساعتها ما كانش فتح سور، فاللي كان بيحكم سور في الفترة دي شخص بيطلق عليه كونرد مونثيراتو، وده كان شخص إيطالي عين على سور. ولو ما تعرفش يعني فسور كأهمية وكموقع جغرافي فهي أهم بكتير من بيت المقدس، بس صلاح الدين بعد ما فشل في إن هو يفتح سور ركز على بيت المقدس. ده غير إن سور كانت يوم عن يوم بتقوى، ده عن طريق إن صلاح الدين كل ما يفتح قلعة صليبية محتلة تروح الصليبيين الموجودين بداخلها يطلبوا العفو والسماح منهم، وصلاح الدين ما كانش بيكذب لهم خبر وكان بيسيبهم بالفعل، وهم كانوا بيتجهوا مباشرة للسور ويقفوا هناك عشان يعززوا من الجنود والناس اللي موجودين هناك. وبالفعل صلاح الدين وفى بوعده، لو تفتكروه قام بوعده لجاي ان هو يتم اطلاق سراحه بعد ما يفتح بيت المقدس، وبالفعل جاي انطلق هو وراح عشان يقابل زوجته وقابلها، وراحوا سكنوا في طرابلس لفتره اللي موجوده في لبنان، وبعديها راح واخد مراته وحبوا ان هم يروحوا لسور عشان يدعموا كونرد والناس اللي موجودين، بس كونرد رفض تماما ان هو يدخله بسبب انه اصلا ما كانش معترف بيه اصلا كملك في الاول خالص. طبعا بمرور الوقت السور اتملت بالعدد الكافي من الجنود والامراء اللي محتاجهم عشان يروح يحارب صلاح الدين. وعام 585 هجريا بالتحديد يوم 15 رجب الموافق 1189 يوم 28 اغسطس توجهت الحاميه اللي موجوده تبع الصليبيين بعد ما خلاص استعدوا في مدينه سور زي ما انا قلت لك، وراحوا عشان يحاصروا عكا. فبعد ما الحاميه اللي في عكا ادركوا الخطر اللي هم وجدوا فيه، فراحوا بعتوا لصلاح الدين مباشره يستغيثوا بيه، فصلاح الدين برضه ما كدبش خبر وراح بعت للامراء واعوانه، وبرضه هم ما كدبوش خبر وحبوا ان هم يروحوا ويساعدوا عكا. ونوعا ما استمر الحوار ما بينهم والقتال ما بينهم، ونوعا ما استمر الحوار لا غالب ولا مغلوب، وكده زهقوا هما الاثنين.
وكان معركة حطين وانتصار المسلمين فيها بالإضافة إلى فتح بيت المقدس كانت من الأسباب اللي خلت الحملة الصليبية الثالثة تقوم. ده عن طريق إن البابا اللي بيطلق عليه جريجوري الثامن حس الملوك بتوع أوروبا إن هم يشنوا حملة صليبية تانية، وكان أول واحد قام وحب إن هو يبدأ الحوار ده هو الملك الألماني اللي بيطلق عليه بيربروسا. وبالرغم انه كان الماني فهو كان امبراطور على رومانيا وكان مقدس عندهم جدا يعني وبيحبوه، فقدر ان هو يمشي بالجيش بتاعه برا وبحرا مرورا بالمجر وصولا الى القسطنطينيه. وقسطنطينية ساعتها كانت مملوكة لشخص بيطلق إسحاق الثاني. إسحاق الثاني ده كان عامل تحالف مع صلاح الدين، وكان وعده إنه مش هيقدر يدخل أو مش هيدخل إطلاقا أي حد من الصليبيين، ولكن بسبب إن الجيش بتاع الملك الألماني أو الإمبراطور الألماني فريدريش كان نوعا ما كبير، فما قدرش إن هو يمنعهم من الدخول، لكن منعهم من تزويدهم بالمؤن تماما. لكن بالرغم من كل ده فالجيش بتاع فريدريش ما قدرش ان هو يوصل للشرق بشكل كامل بسبب ان هو المؤن خلصت عليهم، ده غير ان الشتاء ابتدى يدخل، ده غير ان المسافه كانت طويله، ده غير برضو ان كان بتبقى فيه غارات عليهم من الامراء اللي كانوا ماسكين القلاع اللي حواليهم. ده غير بس تفصيلة بسيطة يعني إن فريدريش نفسه غرق في أحد الأنهار اللي موجودة، فنوعا ما الناس انشغلت بعديها في الطريقة أو مين الشخص اللي هيتم تعيينه بعده. لكن بعد كل ده الحملة نفسها ما وقفتش بسبب إن كان في ملكين عظيمين قدروا إن هم يمدوها أكتر وأكتر. مين هم؟ أول واحد فيهم هو ريتشارد الأول ملك إنجلترا أو قلب الأسد، وتاني واحد هو شخص بيطلق عليه فيليب أغسطس، وده كان ملك فرنسا أو الإمبراطور أو الملك اللي موجود عليها في ذلك الوقت. هم اللي قدروا ان هم يمدوها بالمال وكل حاجه، بل بالعكس فرضوا ضريبه مخصوص عشان يقدروا ان هم يوفروا المال للحوار ده. عشان كده عكا ما صمدتش طويلا ووقعت عام 587 هجريا في ايدهم. وبعد ما عكا وقعت في ايد ريتشارد وفيليب قاموا باعدام اكتر من 3000 مسلم سواء كانوا من الرجال او النساء. رد عليهم صلاح الدين بانه قام باعدام جميع الاسرى الافرنج اللي وقعوا في ايده من فتره 28 اغسطس ل 10 سبتمبر. وفي نفس السنه وبالتحديد يوم 15 شعبان تلاقى جيشين صلاح الدين وجيش ريتشارد قلب الاسد الاثنين، ودي المعركه اللي خسر فيها صلاح الدين، ومع ذلك ما قدرش الجيش بتاع ريتشارد ان هو يقدر يتوغل بالداخل وبقي بس على الساحل من بره. وبعد سنة من الحوار ده اللي استمر في دون السنة دي كلها حروب واشتباكات تحصل ما بين الجيشين دول، رسيوا في 20 شعبان الموافق 588 هجريا ان هم يقوموا بعمل صلح يستمر لمدة 3 سنين و8 شهور ما بين الجيشين. يعني هو انا مش عايز اصدمك يعني يا صديقي، بس هي الحياه اللي بتاعت صلاح الدين وريتشارد قلب الاسد بره الحرب كانت حياه تسودها الود والاحترام ما بين الطرفين. معنى صح ان لما ريتشارد قلب الاسد تعب واصيب بالحمى صلاح الدين عرض عليه ان هو يعالجه بطبيبه الخاص، ده غير ان لما حصان ريتشارد مات عرض عليه صلاح الدين ان هو اداله 2 مكانه هديه. ده غير برضو ان بعد كده ريتشارد حب ان هو يوحد في القدس ويخليها للمسيحيين الاوروبيين والعرب عادي جدا، وده عن طريق بس ان هو يزوج اخت صلاح الدين اخو صلاح الدين باخت ريتشارد قلب الاسد، وساعتها هيتوحد الدنيا بحيث بس ان اخو صلاح الدين يبقى هو المتحكم في الجزء المملوك من العرب في قدس، اما اخته فهتكون هي متحكمه في الجزء اللي تم الاستيلاء عليه من قبل الصليبيين. يعني كانت علاقه بتسودها المحبه وكده بس. وفي 588 هجريا وبعد ما الدنيا نوعا ما اصطفت وابتدى صلاح الدين يركز في بيت المقدس نفسها، فعلا ان هو اصلا يجهز بيت المقدس عن طريق ان هو بنى بداخلها مدرسه واسطبل ومستشفى كمان. قضى شهر رمضان كله في بيت المقدس، وفي 5 شوال عام 588 هجريا رحل صلاح الدين عن بيت المقدس عشان يروح دمشق عشان يقضي ايامه الاخيره. طبعا كل اللي انا ذكرته لك ده كان حياه صلاح الدين العسكريه، لكن بالنسبه لحياته في اسرته فهو صلاح الدين تزوج من 4 زوجات، اهمهم هي عصمه الدين خاتون اللي كانت متزوجه بنور الدين قبل ما يتوفاه الله. تزوجها بعد ما توفى تقريبا بسنه تقريبا، وانجب من عدد زوجاته اللي هم ال4 زوجات انجب في حدود 18 ابن وابنه، هم عباره عن 17 ولد وبنت واحده. يوم السبت 16 صفر عام 589 هجريا اشتد على صلاح الدين الحمى، وده اللي خلاه تستمر معاه لمدة 9 أيام كاملين. انتهت ب9 أيام إن هو حصل وأغمى عليه ورفض الطعام والشراب.
لكن في اليوم العاشر ادوله حقنتين عشان تخفف عنه الألم ده. لكن في اليوم العاشر اشتدت عليه بعديها الألم والحمى لفترة أكبر، لدرجة إن الدكاترة قالوا إن هو تم فقد الأمل في إن هو يتم شفائه وإن أجله قريب. وبالفعل يوم 27 صفر في نفس السنة عام 589 هجريا أعلن خبر وفاة صلاح الدين الأيوبي، بعد ما الناس كلها أجمعت على إن اليوم ده لو كان في شخص عاقل واقف كان سمع إن صوت المدينة كلها بتبكي. حتى الإفرنج اللي كانوا موجودين داخل المدينة زعلوا على وفاة القائد ده بسبب نزاهته وعدله ما بينهم. وكده انتهت قصة صلاح الدين، بالرغم إن كمان لما جم يدفنوه ملقوش أصلا فلوس داخل خزانته سواء 47 دينار فضة بالإضافة إلى دينار واحد ذهب. ده بسبب إنه قام بإنفاق جميع أمواله الصدقات واتدفن بجوار نور الدين الزنجي. وبكده انتهت الحلقة بتاعتنا، وانتهت تماما قصة صلاح الدين الأيوبي، الملك والسلطان العظيم اللي قدر انه يتغلب على الصليبيين ويحرر بيت المقدس، لا وكمان يحكم مصر ويحررها من الحكم الظالم اللي كان فيها، قائد بمعنى الكلمة. كده حلقتنا تكون انتهت. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناة، ولو عندكم أي حاجة ان انتوا عايزين اتكلم عنها ان شاء الله في الحلقات اكتبوها في الكومنتس ما تتأخروش، وفعلوا زر الجرس. السلام عليكم.